نفهم أكثر أجواء مجلس النواب اليوم بموضوع الميزانية مع ضيفنا من بنغازي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق. مساء الخير أستاذ عبد الله، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. بموضوع الميزانية منذ اللحظة الأولى لحكومة بشاغة ولم يكن هناك تفاؤل بأنه سيحصل على الميزانية التي موجودة لدى حكومة دبيبة، وبالتالي حكي عن الاقتراض بوقتها لتمويل هذه الحكومة. ولكن ما الذي حصل حتى اليوم يعود الحديث عن ميزانية بشاغة؟ هل فشل موضوع الاقتراض؟ نعم، مساء الخير لك أستاذة لارا ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا للأسف الشديد بأن رغم نيل حكومة السيد فتحي باش آغا الثقة من مجلس النواب وتعهد أيضا رئيس الحكومة بالسيد فتحي باش آغا بالذهاب قدما إلى الانتخابات وبعدم ترشحه إلى الانتخابات، إلا أن هنالك في طرابلس لا زالت هنالك حكومة مغتصبة للسلطة وهي حكومة السيد عبد الحميد دبيبة، وتقوم بصرف المليارات بشكل يومي في الوقت الذي تعاني فيه حكومة السيد فتحي باش آغا رغم قانونيتها ودستوريتها، تعاني فيه من عدم توفر الموارد من أجل أن تقدم الخدمات للمواطنين، يعني خاصة ما تحدث عليه السادة أعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم. نحن يعني مقبلون أو قبيل انطلاق الشتاء أو فصل الشتاء، هنالك بلديات تقبع في المناطق التي موجودة فيها حكومة السيد فتحي باش آغا. هذه المناطق تحتاج إلى مجابهة فصل الشتاء. نعلم بأن ليبيا تمر بظروف صعبة، لا توجد هنالك بنية تحتية، متوقفة عملية الإعمار أو البنية التحتية في كامل البلاد منذ العام 2011، فهنالك تحديات كبيرة تقع سيد عبد الله على حكومة السيد فتحي باش آغا تتطلب توفر موارد. نعم بالفعل، التحديات الموجودة هي موجودة منذ اللحظة الأولى لتسلم سيد بشاغة والآن تزداد على أبواب الشتاء، ولكن كيف تمكنت من الحياة هذه الحكومة حتى الآن؟ بما أو بأي أموال كانت تصرف بالمرحلة الماضية؟ طبعا هنالك القليل من الأموال التي تحاول الحكومة التحرك بها خلال الفترة الماضية، لكن يعني هذه الأموال لا تعني شيء يعني أمام توفير احتياجات المواطن أو القيام بمشاريع تحلل المختنقات، لأن حكومة السيد فتحي باش آغا يعني نعم. بالكاد تحاول أن تتحرك خلال الفترة الماضية، يعني دون توفر أموال من الصعب أن يتم تنفيذ أي شيء من قبل الحكومة الشرعية في ظل انتشار الفساد وفي ظل صرف المليارات من قبل حكومة السيد عبد الحميد دبيبة. وهذا يعني شيء مؤسف نقوله بمرارة عندما يتم نهب أموال الليبيين من قبل حكومة السيد عبد الحميد دبيبة، ونرى غض الطرف عنها من قبل أطراف كثيرة من المجتمع الدولي. ما هي الأساليب التي يملكها البرلمان الليبي الآن للضغط على محافظ البنك المركزي للإفراج عن الأموال كذلك لحكومة بشاغة؟ طبعا هنالك آلية عبر الاقتراض من المصارف صارت أو عملت بها حكومة السيد عبد الله الثني، وهي كانت في تلك الفترة بذات الحال كانت حكومة شرعية ومنبثقة عن مجلس النواب، وأبقت حكومة السيد فايز سراج في طرابلس تصرف المليارات. فكان هنالك آلية يعني فنية بحتة من خلال الاقتراض من المصارف، وأنجزت حكومة السيد عبد الله الثني في تلك الفترة مشاريع ليست مشاريع تنموية وإنما مشاريع تخص حل المختنقات وتسيير الحياة اليومية للمواطن. كانت مصاريف الحكومة في تلك الفترة مقننة جدا، يعني أذكر بأن كان الصرف السنوي في حدود 10 مليار فقط، ومع ذلك أنجزت مشاريع في قطاع المواصلات. طيب بس وكأنه في كلامك أستاذ عبد الله يعني بعض الاستسلام لهذا الواقع الموجود الآن. هل في استسلام فعليا؟ لا، هو ليس الامر ليس كذلك استاذ لارا، وانما يجب ان يكون هنالك حلول من اجل ان يتم توفير احتياجات ضروريه وطارئه جدا. قلت بان هنالك مشاكل في قطاع التعليم، في قطاع الصحه، نحن على ابواب فصل شتاء، هنالك
بعض المختنقات التي يجب أن يتم حلها بشكل عاجل. لذلك يجب أن يتم توفير الأموال ولو كانت في الحد الأدنى. قلت بأن حكومة السيد عبد الله الثني عملت بذات الطريقة في تلك الفترة واستطاعت أن تحقق نجاحا في حل ومعالجة المختنقات في القطاعات الحيوية في تلك الفترة. فبالإمكان المضي قدما والتعامل مع الوضع الذي نحن فيه الآن إلى أن يتم المضي قدما بإذن الله تعالى في إجراء الانتخابات التي نتمنى أن تكون في وقت قريب جدا، بعدما حصل خلال الفترة الماضية من تقارب أو اتفاقات حصلت على مستوى رئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة. بالفعل هذه النقطة التي كنت أريد التوقف عندها. يعني السيد عقيلة صالح والسيد خالد المشري في لقاء جديد أو بوساطة جديدة من تركيا، ماذا تغير بالنسبة للسيد عقيلة صالح الآن يعني المزيد من اللقاءات؟ فيما يتعلق بالسيد رئيس مجلس النواب وبمجلس النواب، مجلس النواب أكد أو ما تم التأكيد عليه خلال إعلان الرباط البيان الختامي للقاء هو أولا تنفيذ اتفاق بوزنيغا فيما يتعلق بالمناصب السيادية. مجلس النواب في هذا الصدد أنجز ما عليه ونفذ الآلية التي تم الاتفاق عليها منذ ذلك الوقت، وأحال المرشحين للمناصب السيادية للمجلس الأعلى للدولة. أيضا ما تم الاتفاق عليه هو إجراء أو توحيد العمل على توحيد السلطة التنفيذية، وكذلك ضرورة الانتهاء من أو الإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. يعني مجلس النواب يعني قام بما هو مطلوب فيما يخص سواء إجراء الانتخابات أو أيضا فيما يتعلق بالمناصب السيادية. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات ضيفنا من بنغازي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق.